قبل ما نبدأ قصتنا الجميلة النهاردة ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة عشان يوصل لكم كل الفيديوهات اللي احنا هنعملها مخصوص عشانكم. يلا بينا يا أطفال نسمع قصة جديدة وممتعة ونتعلم منها درس جديد في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا. كان يا مكان ولا يحلى الكلام إلا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام. كان في بنوتة جميلة اسمها ريتال، وكانت قاعدة في أوضتها وبتجهز عشان تروح المدرسة بتاعتها، وكان الجو فيه برد خفيف، ومامة ريتال حضرت لها الفطار عشان تفطر قبل ما تنزل. وخلصت ريتال يا أصدقائي وبعدين راحت للمدرسة. وريتال يا أصدقائي من البنات اللي الكل بيحبها، مش عشان بس هي شاطرة، لأ عشان كمان كانت مؤدبة وطيبة وبتحب تساعد غيرها، وما كانتش بترخم على حد أبدا. ولما وصلت المدرسة لقت صاحبتها ليان مستنياها قدام الباب، وقالت لها: أخيرا جيتي يا ريتال. معلش بقى الدنيا كانت زحمة النهاردة جدا عشان كده اتأخرت شوية. وهم داخلين الفصل يا أصدقائي لاحظوا فيه بنت غريبة أول مرة يشوفوها، وكان باين من لبسها إنها بسيطة جدا. وليان وريتال جالهم فضول يعرفوا مين البنت دي، وعرفوا من أصدقائهم إنها بنت جديدة واسمها ندى. وندى ما كانتش تعرف أي حد هناك، وكانت متوترة جدا ومش عارفة تعمل إيه، وكانت مكسوفة إنها تكلم حد. ولما جه وقت البريك يا أصدقائي ندى ما كانتش تعرف حد، فقعدت لوحدها في الجنينة وهي محرجة جدا وقاعدة لوحدها. ليان بصت لريتال وقالت لها: البنت دي غريبة قوي، ليه ما بتكلمش حد وليه قاعدة لوحدها كده؟ يعني احنا كلنا لينا صحاب هنا، هي ليه مش مصاحبة حد أو ما بتكلمش حد؟ بتخاف إن حد يحرجها فبتقعد لوحدها وما بتحبش إن هي تتطفل على حد، وهي باين من شكلها إنها غلبانة جدا وطيبة وخايفة إنها تروح تكلم حد فيحرجها أو يقولها مش عايزة أتكلم معاكي. إيه رأيك يا ليان نروح ونكلمها ونقول لها عاملة إيه، أو نعرفها بنفسنا الأول ونقول لها أنت كمان اسمك إيه ونبدأ كلام معاها، هي شكلها لذيذة جدا وطيبة. ماشي يا ريتال، يلا بينا، أنا ما عنديش مشكلة، أنا أصلا بحب أعمل صداقات جديدة، وبدل ما هي تكون قاعدة لوحدها كده نروح ونقعد معاها نتكلم معاها ونبقى صحاب كلنا. تعالوا نكمل قصتنا الجميلة ونشوف هيحصل ايه. وراحوا الاتنين عند ندى عشان يكلموها وسلموا عليها الاتنين. وريتال سلمت عليها وقالت لها: عاملة ايه؟ أنا ريتال، أنا ملاحظة إن انتي جديدة في المدرسة هنا، بس احنا بقالنا كتير في المدرسة هنا، وممكن لو احتجتي أي حاجة أو تعرفي أي حاجة تقوليلنا. ودي صاحبتي اسمها ليان، ممكن تسأليها كمان على أي حاجة انتي عايزاها. ابتسمت ندى وفرحت جدا إنها لقت أصدقاء بالسرعة دي، وإنهم جم كلموها وهي كانت محرجة جدا تكلم حد. وبدأت تتكلم معاهم وتعرفهم عن نفسها وتقول لهم إن هي لسه جاية جديد وما كانتش تعرف حد، عشان كده ما كانتش بتتكلم وقاعدة لوحدها. ومن اليوم ده بدأت ريتال وليان يساعدوها في الدراسة، وكانوا بيعرفوها على باقي صحابهم وبيروحوا يجيبوا أكل سوا وبيلعبوا سوا. وندى كانت شاطرة جدا في الرسم وكان رسمها جميل جدا. وعدت الأيام والمدرسة أعلنت عن نشاط خيري، إن كل واحد من الطلاب يتبرع بحاجة للأطفال اللي في دار الأيتام. وفي شوية من الطلبة بدأوا يجيبوا حاجات غالية جدا زي ألعاب إلكترونية جديدة وكتب وهدوم شيك وجميلة. بس ندى ما كانش معاها فلوس تجيب أي حاجة جديدة، فجابت لعبة صغيرة، دبدوب صغير كان عندها في أوضتها لونه بني بس هو نضيف وجميل، وراحت بيه المدرسة عشان تديه للمديرة. بس الطلبة يا أصدقائي قعدوا يبصولها ويضحكوا وبيتريقوا إن هي شايلة لعبة مستعملة وعايزة تتبرع بيها. وندى كانت شايفة وسطهم كلها وكانت محرجة جدا. وريتال كانت واقفة بعيد ولاحظت كل ده وقربت منها وسألتها: ايه الدبدوب الجميل ده؟ ده شكله غالي عليكي، هو انتي هتتبرعي بيه؟ ايوه، هو غالي عليا، الدبدوب ده معايا من وانا صغيرة، وانا حسيت ان انا عايزة اتبرع بيه علشان يبسطهم زي ما كان بيبسطني. طبعا يا ندى، مش مهم سعر الحاجة يكون غالي، اهم حاجة اننا نكون من جوانا عايزين نبسط الاطفال، حتى لو حاجة صغيرة مفيش مشكلة خالص.
وراحت ندى سلمت الدبدوب للمديرة، والمديرة اتبسطت جدا وأخدت كل الهدايا بتاعت كل الطلاب وراحوا لدار الأيتام عشان يسلموا الهدايا دي ليهم. والأطفال اتبسطوا جدا يا أصدقائي. وفي طفل من الأطفال مسك الدبدوب بتاع ندى وكان مبسوط جدا. ومن هنا نتعلم إن مش لازم تكون الحاجة غالية جدا عشان تبسطنا، ممكن تكون حاجة بسيطة بس يكون ليها أثر كبير جوانا. اكتبوا لنا في التعليقات ريتال كان ليها صاحبة قريبة منها قوي، كان اسمها ايه؟ وايه الهدية اللي ندى اتبرعت بيها للأطفال؟ واكتب لنا في التعليقات ايه احسن قصة سمعتها في القناة واتعلمت منها ايه. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة، اوعى تكون نسيت تعمل لايك واشتراك للقناة عشان يوصلك كل الفيديوهات اللي احنا بنعملها عشانك. بعد ما سمعنا قصتنا الجميلة النهاردة، تعالوا معايا نسمع قصص أكتر في قناة 24 ساعة مع طفلك. يلا بينا!